منورين يا جماعه والله. والله تسلم ايدك يا ياسمين. جابت سلفتها تساعدها وهي حامل وعملت وليمه وسفره طويله عريضه مليانه محمر ومشمر لاصحابه من بلوجرز، وكانوا مبهورين. واول ظهور مع سلفتها بعد شهور من الكلام على مشاكل بينهم. مش هتصدق شكل وليمه البلوجر والشيف ياسمين، كانهم قاعدين في مطعم. ايه الحكايه وازاي الاكل في نفس ماما سناء واللي ما بتظهرش مع سلفتها، وايه قصه عزومتها للبلوجرز، ومفاجاه عن حضور احمد العجمي وهديته ليهم. كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. جوزها دبسها وعملت عزومة طويلة عريضة لوحدها، تحس روح ونفس ماما سناء كانت موجودة في الأكل، ما هي اللي معلمات طبخ بعد ما عاشت معاها سنين وسنين. حكاية عزومة البلوجر والشيف ياسمين للبلوجرز اللي قلبت بيتها المطعم مشاوي ومحاشي وريحة الأكل تجيبك من آخر الشارع. مفاجئ ياسمين بعزومة لأصحاب البلوجرز في البيت، وهي شالت العزومة من أولها لآخرها، ما جابتش أي حاجة دليفري من بره، وصممت تعمل كل حاجة بعمايل إيديها. وقفت على رجليها من الصبح وعملت محاشي كرومبا وورق عنب وطواجن وحمرت لهم، وكمان غير الممبار والكفته والفراخ المشويه والكباب ولحمه في الفرن. يعني عزومه فاخر من الاخر ما فيهاش ولا غلطه. العزومه كلها كانت بلوجرز ومشاهير، تحس البيت بتاع ياسمين اتقلب مطعم من ريحه المشاوي والاكله اللي هي مش مجرد شيف بس، لا دي اتعلمت الطبخ على اصوله من حماتها ماما سناء، وقعدت معاه سنين وسنين في بيت واحد باول بدايتهم. كانت بتقف معاه في العزومه وبتشيل العزومه من اولها لاخرها لوحدها مع ماما سناء، علشان كده شرفت جوزها قدام اصحابها، والكل انبهر بشكل الاكل اللي يفتح النفس، ده غير الحلويات وكمان السلطات. مش هتصدق مين كان في العزومه؟ كان البلوجر محمود هليل ومراته ريهام، والبلوجر ومصمم الازياء احمد العجمي، واللي فاجئ الكل بهديته ليهم. احمد العجمي يمكن ده اول ظهور ليه في بيت حمو شاكر، فمحبش يدخل وايده فاضيه، فجاب ليهم صباطه موز كبيره وقعدوا يتريقوا واخدوا الموضوع هزار، وانه مش رايح بيت، ده رايح جبليه قرود، وضحك وهو قال لهم ما كانش عارف يجيب ايه وهو كان محتار. ومش بس كده، الكل لما قعد فضل يسأل ياسمين في الحفلة فين سلفتك داليا مصطفى واخو جوزها شادي، وانهم ما كانوش حاضرين. وساعتها الكل قال في مشاكل بينهم، وانهم بقى لهم شهور مش بيظهروا خالص، رغم انهم كانوا كل يوم عند بعض ويعتبر ساكنين مع بعض. هما ما حبوش يتكلموا او يجيبوا سيرة بعض وتجاهلوا الموضوع تماما، واكتفوا بانهم مركزين في فيديوهاتهم وبس، ما ظهروش خالص بقى لهم شهور، لحد ما اتفاجئوا بوجود داليا في شقة ياسمين وواقفة معاها وهي حامل بتساعدها، وكان باين عليها التعب وملامحها. وهنا هم حسموا الموضوع وان مفيش بينهم مشاكل ولا حاجه والدنيا تمام، ويمكن بس مشاغل الدنيا والحياه هي اللي بعدتهم عن بعض. ياسمين قعدت تعمل في الوليمه دي اكتر من يومين علشان تطلع بالنظام والروقان والحلاوه دي، وعملتها ولا اجدعها شيف في فندق، وده غير الصواني المودرن ورصها للتقديم، كانت حاجه اخر شياكه. من المتابعين طبعا قعدوا يسالوا ايه سر الزياره دي، خاصه ان غالبيه اللي حضروا كانوا من المشاهير والبلوجرز، بس لغايه دلوقتي مش معروف السر. وكانت ياسمين متشيكه وعلى سنجة 10، وكانت لابسه دريس بينك في بينك وميك اب خفيف، وكانت واقفه بتعمل الاكل. وسلفتها داليا بقى فرهدت من الوليمه والاكل وتعبت وقعدت تريح شويه، ما كانتش قادره تقف تكمل خالص، وجوزها قال لها بكره تولدي وتعملي احلى عزومه. يا ترى تفتكروا في سر ورا حضور هليل والعجمي، ولا الموضوع جه صدفه، وتفتكروا فعلا هي وسلفتها كانوا زعلانين من بعض؟ شاركوني برايكم في التعليقات.